السلام عليكم، ولاء عبد العزيز معاكم، وسؤال بيؤرق كل البنات اللي بتجيلي. ايه المادة اللي هتستخدميها؟ ايه نوع المادة؟ وكأن نوع المادة هي الفيصل الرئيسي في العملية كلها. انا عايزة اصدم معظم البنات والمتخصصات لما اقول معظم انواع البروتين اللي موجودة في السوق حقيقي كويسة، مفيش انواع منها وحشة او كويسة. انا بتكلم دلوقتي 90%، انا بتكلم 90%. ده ما يمنعش ان في انواع مش كويسة، بس انا بتكلم المعظم كويس. طيب، الفرق اللي انا عايزه اتكلم فيه او النقطه اللي انا عايزه اتكلم فيها في الفيديو ده ان النوع مش مهم. والله لو هقول بنسبه، النوع مش مهم بنسبه اكتر من 75%، برغم ان في ناس هتعترض دلوقتي وتقول لي لا النوع مهم. انا ما بنفيش النقطه دي، انا بقول ان هو مهم، ولكن لا هو فيصل ولا هو متغير اقدر اعتمد عليه اساسا. تمام؟ امال ايه اللي اقدر اتكلم فيه او اللي بيفرق حقيقي في العملية كلها؟ وده بقوله في كل الفيديوهات بتاعتي. اللي بيفرق في العملية كلها صحة الشعر وحالة الشعر اولا، وفهم المتخصصة للمادة وطريقة التطبيق ثانيا، والمادة والأدوات المستخدمة ثالثا. إذا هي آخر بند بعتمد عليه. فكون واحدة تيجي تقول لي نوع المادة إيه اللي بتستخدميها، سؤال ما بقبلوش. ليه؟ لأن أنا بهتم بنوع المادة أكتر من العميلة بكتير. تاني حاجة، أنت جاية المتخصصة. يعني ايه؟ يعني ما فيش واحده تيجي تقول لي طب انا هجيب لك الماده. لا، لو هتجيبي الماده اعمليها. انا هنا مش بزعل الناس، بس لما اكون رايحه لمتخصصه بسيب ليها الاختيار. انا بتكلم يعني انت تخيري متخصصه كويسه تستريحي لها، تعرفيها. بعد كده سيبي لها الامر كله، وده الصح. ما ينفعش ابدا واحده تيجي تقول انا عايزه النوع ده، انا عايزه ترميم، انا عايزه فيلر. صدقيني كل ده غلط. والمحدد الرئيسي في العمليه كلها تاني هو حاله الشعر اولا، وفهم الماده وطريقه التطبيق ثانيا، ونوع الماده والادوات المستخدمه ده ثالث حاجه. في انواع امريكي، في انواع برازيلي، ما بيخرجش البروتين عن المنشئين دول. حتى لو هو صناعة بعد كده مصرية أو أي صناعة تانية، البيزك بتاع المادة يا إما أمريكي يا إما برازيلي. وأنا قبل كده شرحت الفرق الجوهري بينهم، ولكن الفرق مش معناها إن الأمريكي أحلى أو إن البرازيلي أحلى إطلاقا مطلقا. ده بيناسب حالات شعور، ده بيناسب حالات شعور، ومن خلال التطبيق أعرف يخليه يناسب لكل حالات الشعور. الفكرة كلها في طريقة التطبيق. تمام؟ ولو عندك أي سؤال ابعتيلي على الخاص وهتواصل معاكي فورا.